عزيزي المستمع، صباح الفل أو مساء البهجة على حسب ما بتسمعنا دلوقتي. رجعنا لك من جديد نعيش مع بعض دقايق من الروقان نهرب فيها من زحمة الحياة وملل الروتين اليومي، فانسى كل مسؤولياتك شوية وما تفكرش في أي ضغوط. وأهلاً بيك معانا في نسمة صوت. في يا صاحبي شخصيات كده ما كانتش مجرد أبطال حكايات، دول كانوا جزء من طفولتنا، جزء من كوابيسنا، وجزء من تكوين شخصيتنا وإحنا صغيرين. شخصيات يمكن أهلنا استخدموها عشان يخوفونا فنسمع الكلام، بس هي في الحقيقة أعمق وأقدم من كده بكتير. تخيل معايا كده ست عجوزة شكلها مرعب، شعرها منكوش واسنانها صفرة وطويلة وعينيها بتطق شرار. ست بتخطف العيال الصغيرة اللي ما بيسمعوش الكلام وتاكلهم وتطبخهم في قدور كبيرة. مين هي الست دي؟ طبعاً كلنا عرفناها، أمنا الغولة. الاسم لوحده كفيل إنه يرجع لك ذكريات الرعب الطفولي الجميل ده. النهاردة عزيزي المستمع في نسمة صوت هنفتح ملف واحد من أشهر وأعظم وحوش التراث الشعبي العربي والمصري، ملف أمنا الغولة. هنشوف إيه أصل الحكاية دي، ولا هي مجرد خرافة جداتنا اخترعوها علشان يخلونا ننام بدري، ولا ممكن يكون وراها جذور تاريخية أو أسطورية أقدم بكتير، وإيه سر انتشارها في ثقافات مختلفة بأشكال وأسماء تانية. استعد لرحلة هتخليك تضحك وتترعب وتسترجع ذكريات طفولتك، رحلة هنحاول فيها نكشف سر أمنا الغولة اللي رعبت أجيال. عشان نفهم حكاية أمنا الغولة دي لازم الأول نعرف إن فكرة الغول أو الغول الأنثى دي فكرة قديمة جداً وموجودة في تراث شعوب كتير مش بس عندنا. دي شخصية أسطورية من العصور السحيقة بترمز للخوف من المجهول ومن الأماكن المهجورة زي الصحاري والجبال والمقابر. الغول ده كان دايماً بيتوصف إنه كائن متوحش بياكل لحوم البشر وعنده قدرات خارقة وساعات بيكون ساحر. في التراث العربي قبل الإسلام عزيزي المستمع، الغول كان واحد من أنواع الجن أو الشياطين اللي بتظهر للمسافرين في الصحراء وتضللهم عن طريقهم وبعدين تاكلهم، وكانوا بيوصفوه بأشكال مختلفة ومرعبة. لما الإسلام جه أكد على إنه لا غول ولا صفر ولا هامة، يعني نفى وجود الغول ده ككائن حقيقي واعتبره مجرد خرافة وتوهم. بس برغم النفي الديني ده، شخصية الغول فضلت عايشة وبقوة في الحكايات الشعبية والخرافات اللي بتتحكي من جيل لجيل. كتاب ألف ليلة وليلة مثلاً مليان بقصص عن الغول والعفاريت والجن اللي بتخطف الناس، ومع الوقت بدأت تظهر شخصية الغول الأنثى أو الغولة بشكل أقوى، وبقت هي البطلة الرئيسية في حكايات الرعب الشعبية، خصوصاً الحكايات اللي بتتحكي للأطفال. في مصر بالذات يا عزيزي، شخصية الغولة دي خدت طابع خاص ومميز جداً. ما بقتش مجرد وحش مرعب وبس، لأ، دي بقت كمان أمنا الغولة. كلمة أمنا دي لوحدها فيها تناقض عجيب، كأنها أم وفي نفس الوقت وحش، وده بيورينا عبقرية الخيال الشعبي المصري اللي بيعرف يمزج بين الرعب والفكاهة. أمنا الغولة في الحكايات المصرية هي العدو الأول للأطفال اللي ما بيسمعوش الكلام. ما بتنامش بالليل؟ هتجيلك أمنا الغولة. ما بتخلصش أكلك؟ أمنا الغولة هتاكلك. بتخرج تلعب في الشارع وقت الأيلة؟ أمنا الغولة هتخطفك. كانت هي العصاية السحرية اللي الأمهات والجدات بيستخدموها عشان يربوا العيال ويفرضوا النظام.
سمعك عزيزي المستمع بتقول: طب شكلها إيه بقى أمنا الغولة دي في الخيال الشعبي؟ هقولك، الحكايات بتوصفها بأشكال مختلفة بس كلها مرعبة. ست عجوزة شمطاء، شعرها أبيض ومنكوش زي ليفة المواعين، سنانها طويلة وصفرة وطالعة لبرة، ضوافرها طويلة ومعقوفة زي المخالب، وعينيها بتطق شرار أحمر في الضلمة. وساعات بيقولوا إن رجليها معمولة من النحاس، أو إن ليها رجل حمار ورجل بني آدم. الأكل المفضل بتاعها طبعاً هو لحم الأطفال الصغيرين. بيقولوا إنها بتخطفهم وتوديهم بيتها اللي في الصحراء أو في المقابر، وتطبخهم في قدور كبيرة وتاكلهم وتدي عظمهم لجراويها السبعة. يا ساتر، الرواية دي لوحدها كانت كفيلة إنها تخلي أي عيل ينام من المغرب وما يطلعش من تحت البطانية. بس طبعاً عزيزي المستمع، زي أي حكاية شعبية لازم يكون في بطل بيقف للشر ده. وجرى ايه للدنيا؟ الناس كلها بقت فتوات، امال مين اللي هينضرب؟ أمنا الغولة في الحكايات المصرية ما كانتش دايماً بتكسب، زي كتير كانت بتطلع عبيطة وهبلة. والبطل الشعبي الذكي زي الشاطر حسن مثلاً بيقدر يضحك عليها ويهرب منها، وساعات كمان بيقتلها وينقذ الناس من شرها. وده كان بيدي للأطفال إحساس بالأمان في الآخر، وإن مهما كان الشر قوي الخير والذكاء بينتصروا عليه. طيب نيجي بقى للسؤال المهم، هل كل الحكايات دي مجرد خيال في خيال؟ ولا ممكن تكون أمنا الغولة دي ليها أي أصل تاريخي أو أسطوري قديم؟ هنا بقى الباحثين في الفولكلور والتاريخ ليهم نظريات كتير ومثيرة جداً. منهم نظرية بتقول إن شخصية الغولة دي ممكن تكون في الأصل بقايا إلهة أو إلهة خصوبة عظيمة كانت بتعبد في الحضارات القديمة، زي الإلهة المصرية القديمة تاورت اللي كانت على شكل فرس نهر حامل وبتحمي الولادة والأطفال، أو الإلهة البابلية لاماشتو اللي كانت بتخطف الأطفال الرضع. ولما الديانات دي انتهت وجت مكانها ديانات تانية، صورة الإلهة القديمة دي اتشوهت واتحولت من إلهة بتحمي أو بتتحكم في الحياة والموت لوحش شرير بيخطف الأطفال وبياكلهم. كأن الديانات الجديدة كانت بتحاول تشيطن آلهة الديانات اللي قبلها عشان الناس تبعد عنها. نظرية تانية بتقول إن أسطورة الغولة اللي بتاكل لحوم البشر دي ممكن تكون ذكرى شعبية مشوهة لفترات المجاعة الرهيبة اللي كانت بتضرب المنطقة زمان. في أوقات الجوع الشديد للأسف كانت بتحصل حالات أكل لحوم بشر حقيقية عشان الناس تقدر تعيش، ومع الوقت اتحولت الذكريات المرعبة دي لقصص خرافية عن وحش اسمه الغول أو الغولة. نظرية تالتة بتقول إن الغولة ممكن تكون رمز للستات اللي المجتمع كان بينبذهم أو بيخاف منهم زمان، زي مثلاً الستات اللي مش متجوزين وعايشين لوحدهم، أو الساحرات، أو الستات اللي عندهم معرفة بالأعشاب والطب الشعبي، أو حتى الستات اللي شكلهم غريب أو عندهم عاهة. المجتمع بخوفه من المختلف كان بيحولهم لوحوش في الحكايات عشان يحذر الناس منهم. نظرية أخيرة عزيزي المستمع بتربط الغولة بالطبيعة نفسها، الصحراء أو الغابة أو الكهوف المظلمة، كلها أماكن مجهولة وخطيرة بالنسبة للإنسان. فالغول أو الغولة كانوا تجسيد لكل المخاوف دي. هي الوحش اللي ممكن يطلع لك من الضلمة وياكلك، هي رمز لقسوة الطبيعة اللي ما بتعرفش رحمة. في الآخر يا عزيزي، بعد الرحلة المرعبة والممتعة دي في عالم أمنا الغولة، وبعد ما شفنا إزاي ممكن تكون مجرد خرافة أو وراها أسرار تاريخية عميقة، الواحد لازم يعترف بعبقرية الخيال الشعبي اللي قدر يخلق شخصية بالثراء والتعقيد ده. أمنا الغولة دي برغم كل الرعب اللي فيها كانت بتلعب دور مهم جداً في تربيتنا وإحنا صغيرين،
كانت بتعلمنا حدود الصح والغلط، وكانت بتخلينا نتمسك بحضن أمهاتنا ونحس بالأمان. ويمكن في عالم مليان بالمخاطر الحقيقية كنا محتاجين وحش خيالي نخاف منه عشان ننسى مخاوفنا الحقيقية. المهم إننا نعرف إن كل خرافة وراها حكاية، وورا كل وحش ممكن يكون فيه معنى أو درس مستخبي، وإن الخوف من أمنا الغولة هو اللي بيخلينا ندور على حضن أمنا الحقيقية اللي فيه كل الأمان. عزيزي المستمع، دي كانت حكايتنا النهاردة في نسمة صوت عن أمنا الغولة، الوحش اللي حبيناه وخفنا منه في نفس الوقت. يا رب تكون استمتعت بالحدوتة دي ورجعت معاك ذكريات حلوة أو مرعبة. ولحد ما نتقابل في حلقة جاية وقصة جديدة من حكايات التراث اللي بتعرفنا على نفسنا أكتر، بنقولك ما تخافش من أي غولة في حياتك، لأن أقوى سلاح ضد أي خوف هو الشجاعة والنور اللي جواك. يومك كله أمان من غير غيلان. سلام. خلاص أنا مبقتش أخاف من الغولة.